بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة ان شاء الله. عملت النهاردة معاكم العيش البلدي في فرن البوتاجاز، وعملت معاكم العيش الملدن او العيش المشوح بتاع الفتة بتاعة العيد. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. انا بوريكم يا جماعة العيش قد ايه جميل. ده العيش الملدن او العيش المشوح اللي انا عملته النهاردة ان شاء الله. ده عيش الفتة، والعيش اللي جنبه ايوه اللي انا بوريه لكم ده عيش الايه، عيش الفرن البوتاجاز. انا الاول معايا حوالي كيلو وربع دقيق يا جماعه. دقيق متعدد الاستخدامات، وحطيت هو كيلو وحطيت عليه كوبايه حوالي ربع كيلو بلدي، دقيق بلدي. حطيت باكت خميره ومعلقه ملح ومعلقه سكر عشان تنشط لي الخميره، وقلبت كل ده على بعضه وهبدأ أعجن العجين بتاعي. أنا جبت المج يا جماعة عشان أوريكم أنا حطيت كام مج، وهوريكم في الآخر خد مني مية قد إيه. أنا حطيت في الأول مجين ونص على الدقيق بتاعي، وبدأت أعجن العجين بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه بقى ده معاكم. هعجن العجين بس عايز ايه؟ عجن كويس عشان المعجونات كلها يا جماعة كل ما بتعجنيها كويس كل ما بتديكي حاجة كويسة قدام الفرن، او حاجة او تطلع لك المخبوزات بتاعتك جميلة كده. انا خلصت المج التالت يا حبايبي، ضفته. وانا زي ما انا ما قلت لكم ان انا حاطه كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، وحاطه كوبايه او ربع كيلو دقيق بلدي عليها علشان تطري العيش، تخلي العيش طري وجميل معاكي، ما يطلعش ناشف معاكي، خاصه ان انت بتخبزيه في فرن البوتاجاز. طبعا انا هحط المج الرابع اهوت. انا حبيت اوريكم كميه الميه اللي انا حطيتها قد ايه، وما بنزلش بالميه بتاعتي مره واحده علشان العجين يرب معايا عرق ويبقى جميل. وبعجن العجين أهو باعجن كده. أنا الدقيق كله داب معايا، وبدأت ألِت العجين بتاعي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. تمام، تمام يا حبايبي مع بعض. أنا باوريكم العجينة قد إيه بتتقطّع في الأول، طبعًا لسه ما ربِّتش عرق. أنا طبعًا المَج الرابع ده باخد منه حبّة وألِت بيها العجين بتاعي، حبّة بحبّة، بانزل بحبّة مَيّة بحبّة مَيّة وألِت بيها العجين كويس بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أنا يا جماعة وأنا في خلال ما أنا أمّا باعجن العجين زي ما أنتم شايفينّي كده، عشان العجينة بتاعتي تربي عرق وما تبقاش تقطّع معايا، باتركها شوية زي ما أنتم شايفينّي كده. أنا باتركها حوالي دقيقتين أو 3، وارجع أعجن فيها تاني عشان العجينة تربي عرق معايا. أنا رجعت أعجن فيها تاني أهو، وباعمل التكاية ديّة كل يعني إيه، كل دقيقتين كده أروح سايبة العجين دقيقتين وأعجن، وطبعًا أرُش حبّة مَيّة صغيرين لحد ما أحس إن قوام العجين خلاص ما عادش محتاج منّي مَيّة ولا أي حاجة تاني. كده خلاص العجين تمام، وأنا وصلت لنهاية العجين وكده بقى تمام معايا ومش محتاج منّي مَيّة خالص. أنا خدت المَج الرابع كمان، كده أنا خلّصت إيه يا جماعة، العجين بتاعي. أهو باوريكم إن كان خلّصت المَج الرابع، وهابدأ ألِم العجينة بتاعتي، وهاجيب نقطة زيت في إيدي كده بس، وأبدأ أمسح بيها وِش العجينة عشان أمّا أغطّيه بكيس بلاستيك أو ب اللهم صل على وسلم على سيدنا محمد، بستريتش ما يلزقش في العجين لمّا آجي أشيله. طبعًا كده العجين أنا تركته نُص ساعة، العجين اختمر معايا، وبدأت إن أنا أقرّص العيش بتاعي تقريصة صغيرة. أهو ده العيش الصغير بقى بتاعي اللي هو العيش البلدي اللي أنا بدأت أقرّصه. أهو يا حبايبي بعد العجين ما اختمر بنُص ساعة، بدأت أقرّص التقريص قدّامكم أهوّة. التقريصة طبعًا بتبقى صغيرة ومدوّرة، علشان العيش ده يا جماعة لا هنستخدم له مطرحة ولا هنستخدم له رَح ولا أي حاجة خالص، العيش هنعمله بإيدينا، وهنعمله في فرن البوتاجاز. ده للي هو ما عندوش فرن غاز وما بيعرفش يخبز أساسًا في الفرن الغاز. واحدة ما بتعرفش تخبز في الفرن الغاز هتخبز في فرن البوتاجاز بمنتهى السهولة. كده أنا خلّصت الكمية كلّها تقريص، هابدأ أغطّيها برضه بكيسة بلاستيك، وهابدأ أغطّي كمان بفوطة فوق العجين بتاعي عشان العجين أسيبه يريّح حوالي 10 دقايق. طبعًا أنا تركته كده يريّح، وبعد ما ريّح أنا كنت عاملة لكم العيش ده قبل كده، بس كنت عاملاها على دقيق، رشة دقيق. دلوقتي أنا بارُش إيه، رشة رَدّة، ورشة دقيق خفيفة على الرغيف من على الوش كده، وأبدأ أفرد الرغيف بتاعي. على فكرة أنتِ ممكن تفردي الرغيف بإيدِك وما تحتاجيش أي حاجة، بس أنا فردته بالنشابة، وممكن إن أنا كنت أفرده بإيدي، بس أنا باسهّل عليكِ الموضوع، باورّيكِ إن بمنتهى البساطة، لا أنتِ بترِحّي ولا أنتِ بتعملي أي حاجة، بالنشابة. وبدأت أفرده يا جماعة معاكم بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أعدل الرَدّة تحته وأبدأ أفرد برضه
واحاول إن أنا بقدر الإمكان أدوّر الرغيف، أخلّي الرغيف مدوّر. طبعًا لو الرغيف لزق معاكِ رشّة خفيفة من الدقيق كده كمان على وشه، وكده هتضبّطيه وتخلّيه تمام التمام. أنا كده فردته وخلّيته تمام يا حبايبي، هابدأ أشيله وأحطه في الصينية بتاعتي، وأجيب الرغيف اللي بعده، أهو. ضبّطته أهو في الصينية أو في الصاج اللي أنتِ هتخبزي بيه في الفرن، وأبدأ أجيب الرغيف اللي بعده وأفرده. أنا طبعًا عاملة معاكم العيش ده مرّة قبل كده، بس العيش ده سهل وميسور للي هم ما بيعرفوش يخبزوا في الفرن الغاز، أو ما عندهمش فرن غاز زي اللي عندي. بدأت أفرد الرغيف التاني يا حبايبي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده بالنشابة، وبتفردي بتدوّري الرغيف من كل اتجاه، ولو حسيتِ إن الرغيف هيلزق منِّك رشة دقيق خفيفة كده ترشيها على وشه. طبعًا خلاص أنا كده خلاص باخلّص الرغيف بتاعي فرد، وهابدأ أشيله إن أنا أحطه في الصينية، وأنا باسويه وباضبّطه في آخر حاجة أو آخر حتة فيه كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. هارُش رشة دقيق خفيفة علشان الحرف ما يلزقش مني، حسيتِ الحرف بيلزق منِّك وبعدين يا حبايبي الدقيق المتعدد الاستخدامات لو هتعجنيه لوحده تطرّيه شوية، علشان ده بيبقى دقيق العلامة الأولى مثلًا، فأنتِ بتطرّيه شوية. لكن لو أنتِ هتحطّي دقيق بلدي عليه ما تطرّيش أوي، علشان خاطر تعرفي إنِّك تشيليه وتحطّيه. طبعًا أنا باحُط في الصينية اللي هاخبز فيها على طول، عشان العيش ده باسيبه يريّح كمان 10 دقايق، كل مرحلة في مراحل العجين لازم تتركيها يريّح شوية. أنا لو ما باحطه في الصينية عشان أنا لو حطيته في مكان تاني ممكن يبقى صعب أشيله شوية. أنا مثلًا عشان أنا واخدة على الخبيز وكده، أنا باعرف أشيله بمنتهى السهولة، لكن واحدة لسه مبتدئة أو لسه هتتعلم العيش ده، تحاول تحطه في الصاج اللي هي هتخبز بيه في الفرن على طول، أو في الصينية اللي هي هتخبز بيها في الفرن على طول. طبعًا أنا خلصت الرغيف التالت أهوّة ومش عايزة أطوّل عليكم، هاعمل رغيف واحد كمان وهابدأ إن أنا أكمّل الكمية مع نفسي. ده الرغيف الأخير يا حبايبي بالشكل اللي أنتم شايفينه أهو. أنا كنت النهارده عايزة أعمله على إيدي من غير نشّابة عشان أورّيكم إن هو بيتفرد بالإيد عادي خالص، بس علشان ما حبيتش إن أنا أطوّل عليكم، حبيت أورّيكم بالنشّابة الأول عشان أورّيكم إن الموضوع سهل وميسور وما فيهوش أي تكلُّف ولا أي حاجة خالص. أهو يا حبايبي خلاص أنا باخلّص الرغيف دوّة، وإن شاء الله هاخُش لكم على إن شاء الله المرحلة اللي بعد كده، بعد ما نخبز العيش ده يعني، أورّيكم إن أنا عجنت عجين تاني عشان أخبز لكم فيه العيش المتشوّح بتاع الفتة العيد إن شاء الله. كده بارُش رشّة خفيفة عشان بيلزّق منّي، أهو يا حبايبي وكده أنا سويته وحطيته في الصينية وخلّصت أنا حوالي 4 ترغيفة وهاكمّل الكمية مع نفسي أنا. طبعًا هو كده اختمر أو أنا سِبته حوالي 10 دقايق يرتاح، وبدأت كده إن أنا حاطة الصينية على عين البوتاجاز، باخلّيه يتشمّع على عين البوتاجاز، يعني إيه يتشمّع؟ يعني يا دوبك بُصّوا يبدأ حوالي ينتفخ نفخة بسيطة كده وأبدأ أدخّله في فرن البوتاجاز. أنا كده يا حبايبي بدأت إن أنا أدخّل العجين بتاعي في فرن البوتاجاز، بدأ يقِب معايا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أنتِ لازم تقفلي الفرن، أنا سايبة الفرن مفتوح عشان أورّيكِ، لكن أنتِ لازم تقفلي الفرن، وأنا وريتكم أهوّة الرغيفين بتوعي قبّوا واستووا بقى جميل، وخلّصته طبعًا خبيز، وبدأت عشان الفيديو بتاعي هيبقى طويل أوي، عايزة ألحق أخلّص العجين التاني بتاعي معاكم. طبعًا أنا ما جبتش العجين ده من أوله يا حبايبي علشان خاطر أنجز، ده دقيق متعدد الاستخدامات، ما عليهوش دقيق بلدي. بدأت إن أنا أعجن العجين بتاعي اللي هو متعدد الاستخدامات علشان أخبز معاكم أنا مش مكتّرة، أنا جايبة حوالي 2 كيلو دقيق أعجنهم وأخبزهم علشان أعمل لكم العيش اللي هو عيش الفتّة أو العيش المتشوّح أو العيش المتلدّن. عجنت العجين بتاعي وكده أنا طبعًا خلّصته، ما حبيتش أطوّل برضه عليكم في العجين تاني لإن أنا عاجنة العجين هو نفس العجين اللي أنا عاجناه الأولاني، بس أنا ليه ما عجنتش كل العجين على بعضه علشان ده ما كانش عندي دقيق بلدي كفاية، فأنا حطيت الكوباية بس للدقيق الأولاني، وده عملته دقيق متعدد الاستخدامات.
طبعًا أنا سِبته يريّح حوالي ساعة، اختمر وبدأت إن أنا أقطّع العجين بتاعي علشان أخبزه. أنا مولّعة الفرن بتاعي يسخن، مولّعة الفرن بتاعي يسخن علشان أشتغل على طول. برضه وأنتِ بتفردي العجين الأولاني اللي أنا كنت عاملاه، لازم تكوني مولّعة الفرن يسخن معاكِ، ولازم تكوني مولّعة الشواية من فوق ومولّعة الفرن من تحت، وأنتِ بتخبزي العيش الأولاني اللي أنا خبزته، العيش البلدي. طبعًا أنا هنا بدأت أقرّص، ده عيش كبير يا جماعة، هاخبزه في الفرن الغاز العادي. بدأت إن أنا أقرّصه أهوّة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. قرّصت الصينية ديّة وكان فاضل معايا رغيفين كمان، قرّصتهم على صينية تانية. خلصت التقريص وطبعًا هاسيبهم برضه يريّحوا حوالي ربع ساعة، وبدأت إن أنا أرِح وأخبز فيهم بالشكل ده زي ما أنتم شايفين كده. أهو يا حبايبي كده أنا بدأت الرَّح معاكم، وبدأت أخبز العيش معاكم، وهاورّيكم قد إيه العيش طلع في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة، وإن شاء الله هتجرّبوه هيعجبكم جدًا. أهو حدفت أنا الرغيف التاني. طبعًا هو العجين مش معايا كتير المرّة دي، علشان أنا بس باورّيكم طريقة تشويح العيش بس، مش باخبز كتير المرّة دي. آه يا حبايبي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. بدأت إن أنا أطلّع العيش أهوّة، شايفين قد إيه جميل، قد إيه في منتهى الجمال والروعة والله، من غير حلفان. يعني حاولوا إن أنتم تجرّبوا، اللي ما بتعرفش تخبز العيش ده والله العظيم يعني أحسن من العيش اللي برّه بكتير. أي عيش تخبزيه في بيتِك أنضف وأحلى وأطعم ويعجبِك جدًا، وأنتِ كفاية نضافته وإن أنتِ عاملاه بإيدِك. بدأت أحدف الرغيف اللي بعده. أهو يا حبايبي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، العيش كان طالع في منتهى الروعة والجمال والله، في منتهى الروعة والجمال يا حبايبي. أهو يا حبايبي أنا بارِح كده وباورّيكم طريقة الرَّح، بتمسكي المطرحة من قدّام ومن ورا وبتنطري، وباساوي الرغيف بتاعي بس في الآخر كده باعدله على المطرحة بإيدي، وأبدأ إن أنا أحدفه في الفرن بتاعي. أهو يا حبايبي، بُصّوا العيش طالع جميل إزاي، شايفين جماله وروعته، في منتهى الجمال والروعة والله. كده أنا خلّصت العيش بتاعي وبدأت إن أنا أقطّعه عشان أورّيكم هيخش الفرن أشوّحه إزاي. أهو يا حبايبي كده أنا باقطّع العيش بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أهو باقطّع الإيه، ممكن تقطّعي العيش الرغيف نُصّين، وممكن تقطّعيه 4/4 حسب ما تحبّي. أنا باقطّعه نُصّين لإن أنا هاشوّح العيش ده للفتّة. أهو قطعت الرغيف بتاعي نُصّين. العيش ما شاء الله لا قوة إلا بالله كان طالع في منتهى الجمال فعلًا. يستحقوا إن أنتم تحطّوا لي لايك لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا. بدأت إن أنا أمسح الفرن بتاعي وأرُص العيش فيه علشان أشوّحه، علشان هو بيقعد في الفرن حوالي يا جماعة 10 دقايق. طبعًا أنتِ بتوطّي العيون من الجنبين وبتوطّي الفرن من تحت عشان ما يحرقش منِّك العيش، ده شيء لازم وضروري. بدأت إن أنا أوطّي الفرن تمام وأرُص العيش بتاعي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وسِبته 10 دقايق وهابدأ إن أنا أطلّع العيش بتاعي من الفرن. أهو يا حبايبي شايفين ده القاع بتاع العيش من تحت وده وشه من فوق. طبعًا أنتِ بتطلّعيه بتسيبيه في الهوا شوية كده قد 10 دقايق بتلاقيه نشف منِّك وبقى تمام، وجاهز على إنِّك تعملي بيه الفتة. أهو يا حبايبي طلّعته كلّه طبعًا، وبرضه هاورّيه لكم في الآخر، بس أنا هارُص الفرن كمان مرّة بالعيش الإيه، اللي فاضل معايا. بدأت أرُص الفرن كمان مرّة بالعيش أهوّة، وكده رصيت الفرن بتاعي، وهاشيل العيش بتاعي أهوّة، وباورّيه لكم وأنا باشيله أهوّة. كده أنا خلّصت الفيديو بتاعي يا جماعة، وباورّيكم العيش في الآخر
قد إيه العيش طلع في منتهى الجمال. ده العيش الأولاني اللي خبزناه في فرن البوتاجاز أهوّة، بُصّوا العيش طري وجميل إزاي، في منتهى الجمال والروعة، والقاع بتاعه حلو. أنتِ ممكن تنزّلي الصينية تحت كمان عشان تحمّري قاع العيش بتاعِك. بُصّوا العيش طري وجميل إزاي، في منتهى الجمال. يالّا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واستفدتوا منّه. ما تنسوش الاشتراك واللايك، وما تنسوش تصلّوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.